حد يصدق ان صينيه الحواوشي دي كلها معموله من كيلو لحمه، وكمان من غير فول صويا، من غير برغل، من غير اي حاجه، لحمه صافي. وهي دي بقى تركات نرمين. بصوا بقى، سامعين صوت الخرمشه؟ ده برد وبصوا لسه كريسبي. بصوا يا جماعه، بصوا بقى شكلها من جوه عامل ازاي. شوفوا الجمال والحلاوه والعظمه. والصينيه دي فيها 25 رغيف ميني وكمان 7 كبار. الفيديو ده انا تعبت فيه جدا، عشان كده مش هتنازل عن 50,000 لايك. عايز لايكات كتير واكتبوا لي بتحبوا تاكلوا الحواوشي من ايد مين. الحواوشي بتاعي انا هستخدم كيلو لحمه مفرومه، بس انا هضاعف الكميه من غير ما ازود اي حاجه بتضايق الناس زي فول الصويا زي البرغل. لا، انا هستخدم لحمه وهنزود له شويه حاجات هيضاعف الكميه. ودي اول تريكات نرمين، ولسه في تريكات في اخر الفيديو. كيلو اللحمه انا بحط له حوالي 800 ل 900 جرام بصل، يعني ممكن ازود لغايه كيلو بصل مفيش مشكله. بغسل البصل وبقطعه وبحطه في الكب. ومعايا هنا فلفل اخضر، انا هحط قرن فلفل احمر، وهحط 3 سبايسي لان هو ما ينفعش من غير سبايسي، وفلفل رومي. صراحه الكبه عندي بتفرم كويس، فانا هحطهم زي ما هم، يا دوبك بس ايه تقطيعه خفيفه. والناس اللي بتسالني على الكبه دي، هي كبه هافار، صراحه هي كبيره، حجمها كويس جدا، وكمان سعرها اقتصادي. دلوقتي بقى هحط معلقه كبيره ملح، معلقه صغيره فلفل اسود، رشه جوز الطيب، معلقه كبيره بهارات لحمه، معلقه صغيره بابريكا. ولو عايزين الحواوشي مبهر قوي حطوا معلقه كبيره من خلطه الحواوشي، يعني معلقه كبيره. مش عايزين اكتفوا بالتوابل اللي انا حطيتها في الاول. وبعد كده هضربهم كويس. هحط بقى اللي هي الضاني دول 200 جرام، او ممكن نبشرهم عادي، بس يعني ايه استسهالا، وانا عندي الكبه بتفرم اي حاجه فعشان كده بستخدمها على طول. فرمتهم ولا لا؟ عسل. بالظبط كده. وهنزل بقى الخضار. ومن الاسرار والتركات المهمه في الحواوشي، لو انت مش بتحبي اللي هي الضاني ومش بتحبي طعمها رغم ان هي خطيره، بس انت لو مش بتحبيها حطي 3 معالق كبار سمنه بلدي، بيدوا ريحه وطعم خطير. عنايه مدمعه من البصل عادي جدا، احنا في المطبخ. وبعد كده هحط كيلو اللحمه. انا ما بحبش الحواوشي يبقى مفروم ناعم، انت بتحبيه ناعم قوي اعمليهم كلهم في الكب، بس انا كنرمين بحبها اللحمه تبقى خشنه، فانا ايه هقعد بقى امكس فيهم واخلطهم كويس جدا. وينفع تستخدمي لحمه بلدي طبعا، هتديها طعم وريحه خطيره، وكمان ممكن تستعمليها في المجمده برضو هتديكي تيست حلو جدا لو انت مشيتي بنفس الخطوات. وبعد كده بخلطهم كويس جدا. شايفين كميه الكيلو وصلت لفين؟ ما تفتكروش انتوا في المحلات بتاكلوه لحمه بيبقى 3/4 بصل وليا او الدهون بتاعه الجزار، لكن احنا هنعملها في البيت باحسن وطعم خطير. عايزين تحط لها شطه تقدروا، بس انا استكفيت بالفلفل الحار اللي انا حطيته. والناس اللي لسه ما اشتركتش معايا في القناه ينزلوا يعملوا سبسكرايب، وكمان يفعلوا زر الجرس. وكل فولو ولايك وكومنت حلو بيفرق معايا وبيخليني اكمل اعمل لكم وصفات. وما تستهونوش، الموضوع بيبقى صعب جدا وفيه شغل كتير. من التركات المهمة في الحواوشي ان انتوا سيبوا اللحمة مع الخضار مع التوابل يتعشقوا كويس ويتعرفوا على بعض ويدوا طعم لذيذ، فلازم تسيبوها في التلاجة مش اقل من 2 ساعات. سيبوها تستريح. مستعجلين اعملوها على طول، بس انا كنرمين بحب اسيبها تستريح وبعد كده اعمل الحواوشي بتاعي. بعد ما اللحمة بتاعتي خلاص استريحت وهبدأ احشيها، قبل ما احشي بجهز الصاج بتاعي اللي هيدخل الفرن. بحط فيه زيت حبة حلوين كده، يعني 2-3 معالق، وبدهنه. وهروح ادخل الصاج بتاعي في الفرن على درجة حرارة عالية لغاية لما يسخن كويس جدا، اكون انا حشيت الحواوشي. وبعد كده انا جايبة هنا عيش ميني الصغنطط ده، ويفضل ما يبقاش مستوي قوي. انا بحب الميني عشان ما اقطعش، انتوا عايزين تعملوا الكبير اب تو يو براحتكم خالص. انا فتحت العيش بالمقص. بصوا شايفين الرغيف؟ بجيب بقى حتة اللحمة بتاعتي واحطها بالشكل ده. بصوا بالشكل ده، واروح قافلاه، احط اللحمه. وبراحتكم الحشوه دي يعني ايه، انتوا بتحبوها لحمه كتير براحتكم، بتحبوها لحمه صغيره براحتكم برضو. ونديها ايه ضغطه كده. على فكره احنا حاشينه كتير مش قليل، عشان ما تحسوش ان احنا ايه بخله، لا انا حاشيه الرغيف كويس جدا. ولو عايزين تحشوه باللحمه وتحطوا له شويه جبنه موتزاريلا شويه زيتون، يعني ايه براحتكم، الدلع ده براحتكم.
بصوا رغيف حواوشي عالمي. وهحط شويه جبنه موتزاريلا. يعني ايه، دلعوه براحتكم. عايزين تحطوا زيتون برضو تمام اهو. ونديله ضغطه حلوه كده. وهحشي الحواوشي كله ودلعوه بقى براحتكم. انا حشيت هنا 25 رغيف ميني، ولسه قاعد يحشي مثلا بتاع 6 7 تاني بس رغيف كبير، فهركن دول ويلا نخلينا نخلص الصغيرين الاول عشان تعرفوا ان احنا عاملين فيديو جامبو. تركايه مهمه، انا بجيب سمنه على زيت او سمنه بس او زيت بس يفضل سمنه. دي سمنه على زيت، وكل اللي انا بعمله ان انا بديله دهنه كده حلوه. يعني ايه، من تحت ومن فوق بالشكل ده. بصوا لكل الحواوشي دهنه سمنه كده من تحت ومن فوق. طبعا هما بيحطوا زيت بره، احنا بنحط سمنه يعني، او حطوا زيت برضو مفيش مشكله. دهنه كده من فوق ومن تحت عشان العيش بتاعنا يبقى كريسبي ومقرمش. وبعد كده هجيب شايفين الصاج سخن ازاي؟ انا عايزه اعمله كده يا جماعه. بصوا نبدا نحط الحواوشي بتاعنا، وانا بحب احطه سخن كده في الصاج عشان خاطر ايه، يدخل على طول في السوا ويقرمش. ودلوقتي هروح ادخل الصاج بتاعي على درجه حراره 220 وهحطه في اخر رف من تحت يعني 10 دقايق، وبعد كده اقلبه واروح اسوي الباقي برضو بنفس الطريقه. حشينا 25 رغيف ودخلناهم الفرن، وقاعد معايا لحمه، فانا جبت بقى عيش كبير ويلا نحشي. يعني الحشوه دي حسب الذوق الشخصي، انتوا بتحبوا لحمه كتير لحمه قليله براحتكم. انا بحط كتير على فكره، مش بحط قليل. يعني الرغيف بصوا مليان مش فاضي. وعايزه اقول لكم على حاجه، لو انتوا زاد معاكم عيش كتير او لحمه كتيره، حطوها في العيش وحطوها في طبق وغطوها بالاسترتش ودخلوها الفريزر. وقت ما تحبوا تطلعوها طلعوها، سيبوها تفك ودهنوها سمنه وزيت او زيت ودخلوها الفرن تستوي عادي جدا لو انتوا زاد عندكم كتير. وبرده هندهن العيش الكبير بالسمنه او الزيت كويس جدا من تحت ومن فوق. يعني زي ما عملنا في الصغير هنعمل في الكبير. يعني انتوا متخيلين انا عملت 25 رغيف ميني وعملت 6 رغيفه كبار. مش عايزه اقول لكم الكميه قد ايه من كيلو لحمه بس. بصوا العظمه. هنقلبه بقى بعد ما خد حوالي يعني 12 دقيقه في الفرن. شايفين لونه حلو ازاي؟ ولا مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي يا جماعه؟ الريحه خطيره. بصوا بقى في اماكن فضيت عندي، فايه هنوسع لنفسنا واحط الباقي وهروح ادخله الفرن يعني حوالي 6 7 دقايق كمان. مش لاقيه مكان في الصينيه اكمل الباقي، ولسه كمان في 2 في الفرن ولسه ما خرجوش من الاتنين الكبار. سامعين احلى صوت ده ولا ايه؟ حد يصدق ان صينيه الحواوشي دي كلها معموله من كيلو لحمه؟ وهي دي بقى تركات نرمين. بصوا بقى سامعين صوت الخرمشه؟ ده برد وبصوا لسه كريسبي. بصوا يا جماعه، بصوا بقى شكلها من جوه عامل ازاي. شوفوا الجمال والحلاوه والعظمه. تعالوا ندوق بقى. بجد خطير. هتندموا كتير لو ما عملتوش بالطريقه دي. والناس اللي لسه ما عملتش فولو انزلوا دلوقتي واعملوا فولو، واكتبوا لي بقى كومنت حلو وقولوا لي بتتابعوني منين. اشوفكم على الف خير. مع السلامه.